التأجيل مش بيلغي الشغل. إنك تأجل شغل النهاردة لبكرة مش معناه إنه هيطير، ده معناه إن شغل بكرة هيتجمع على شغل النهاردة، والكم ده هيخلي البدء في الشغل أصعب بكتير. الشغل حمل تقيل. الشغل اللي بتأجله ده بيتحول لحمل تقيل على أعصابك. الحمل ده بيفضل معاك وبيخليك قلقان، وده بيضيع عليك أي متعة أنت فيها دلوقتي. القاعدة، الحكمة هنا بتقول نظم حمل كل يوم لوحده، ما تخليش بكرة يشيل شيلة النهاردة. ليه لازم تخلص دلوقتي؟ تطبيق الحكمة دي ليه فوايد مباشرة ومهمة. بكرة مش مضمون، انت ما تعرفش بكرة هيطلع لك ايه ظروف طوارئ جديدة. لو أجلت شغل النهاردة ممكن بكرة تطلع لك حاجة ضرورية وما تقدرش تخلصه وتخسر كل حاجة. جودة الشغل، الشغل اللي بيخلص في وقته بيتعمل بهدوء ومزاج، فجودته بتكون أحسن. لكن الشغل المؤجل بيتعمل تحت ضغط عصبي، فبيطلع أي كلام ومستعجل. بناء القوة، لما بتلتزم إنك تخلص شغلك في وقته بتدي لنفسك شعور بالإنجاز والسيطرة. الشعور ده بيغذي طاقتك وبيخليك أقوى عشان تشتغل في اللي بعده. باختصار، المثل دعوة عشان تعيش بمسؤولية تجاه وقتك. الوقت الوحيد اللي تقدر تعمل فيه حاجة بجد هو دلوقتي، فما تضيعش القوة دي عشان راحة كدابة.